ابو النار؟ لك منين بده يجي الخير والحريم عم تتفتح بحالكم؟ عليكم مستور ابو النار، والشغله كلها تسرع يعني مو قصير. لك كله تسرعات. لك هذا اسمه مس عرض هاد. وندالي لا، ندالي ما بيعرفها ابو عصام، والندل هو اللي بيقول عنه ندل قبل ما تسمعوا مني شو بدي اقول. يعني شو بدك تقول عنه؟ انه مو بقصده ولا مانو عرفان وكشفنات اسمع ابو غريب، لا وعم دافع. قلت لك اسمع. امرك عقيد امرك. هات لشوف شو في عندك ابو بشير. انا هلا كنت عنده وعرفت السبب. القصه وما فيها انه في حرمه كانت عم تاخذ من عنده اغراض، اخذت الاغراض وراحت بدون ما تدفع مصاري بعد ما سرقت، وفجاه شاف وحده بالحاره داخلي تشبهها تمام، ركض بفاها، قامت هربت منه، فكرته واحد ازعر، اجا بده يسالها، قام كشف الغطاء عن راسه وبين وشها. بس ما له حق يسوي هيك مع الحريم، قد ما كان حق الغراض ما بيسوي شعره من راس حرمه مستوره. معك حق ابو النار، والله معك حق، بس الحرمه اخذت ب3 ليرات ذهب، هذا غير اللي سرقته من الصندوق. لك ايش تمساح، هي لا بتتصدق ولا بتنزل براس واحد فهمان. ابو غالب فتح عينك، ها انت واقف حارتنا، واللي عم تتهمه بالكذب هو سيد الحاره وكبيره كمان. انا مو قصدي. اسكت ابو غالب. امرك عقيد امرك. بفهم من كلامك انه ما كان قصدها. اعوذ بالله، الحارات كلها بتعرف مين هو ابو عصام، وانت بالذات بتعرفه انه ما عنده هيك ندالي. بس اللي عمره كثير كبير يا ابو بشير، كثير كبير. شبنا ابو النار، ما قلنا لك شو السبب؟ كل ما انه يفوت لي مثل حمصاني بلاقي الحرم كركبي، ايش ولا حظاد. انا برأيي نأجلها، خلينا نمشي، يلا احسن امشي يلا. هالمرة رح مرقها، لا اعتبرها غلطة صغيرة، بس ثاني مرة ما رح تشوفوا مني الخير بنوب. سلام. 100 سلام ابو النار.